هو احنا ليه ركبنا من فوق بس؟ بصي، التقويم لما بيركب بيبقى حاجه غريبه، بياخد شويه وقت قبل ما تتعودي عليه، ممكن يعمل شويه ديسكomfort، فبلاش نبقى عاملين حاجات كتيره في الفك. لازم الاول تسيبه فتره انك تهتمي بيه، تبقي قادره تغسلي اسنانك كويس، لان التقويم لو راكم اكلك زياده على الاسنان ممكن يعمل مشاكل. فبدل ما نبقى وزنا الاسنان اللي فوق واللي تحت، نبقى شغالين واحده واحده، نسمح لك ان انت تهتمي بيه بطريقه صحيحه، وفي نفس الوقت ما يبقاش وجع في كل حته. عشان كده دايما هقول لك ان التقويم لازق بلزق ضعيف على الاسنان، مش لازق قوي. ليه؟ عشان يوم ما نيجي نفكه هو اللي يتفك من الاسنان، مش الاسنان اللي تتكسر. عشان كده وانت بتاكليه بلاش اكل حاجات ناشفه، خلي الاكل بتاعك كله طري، بلاش مقرمشات، بلاش تقطمي على اسنانك، خلي الاكل يتقطع حتت صغيره او تقطعيه بشوكه وسكينه ويتحط بشويش على الضروس اللي ورا. برده حاجه من الحاجات اللي بتاذي التقويم، الصودا او اي مياه غازيه، الحاجات دي كلها تاذي في الاسنان، فبلاش اي حاجه فيها فيزي درينكس.